بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في موقف حصل بعد مباراة الأهلي اليوم وشباب بلوزداد، جديد وغريب على النادي الأهلي، وأول مرة يحصل في النادي الأهلي. إيه الموقف ده؟ الموقف إن الجمهور بعد نهاية المباراة كان بينادي على اللعيبة عشان يصالحهم، عشان يطيب خاطرهم بعد الهجوم اللي عملوا عليهم بعد ماتش باتشوكا. فيعني طبعا الجمهور ده المفروض هو نمرة واحد بالنسبة للنادي. فاللي حصل ان الكابتن محمد الشناوي كان بيلم اللعيبة وعايز يروح يحيي الجمهور، وبالمرة يصالحوا الجمهور بعد الهجوم اللي حصل من الجمهور على اللعيبة في الماتش اللي فات زي ما قلنا. فموقف غير متوقع من الكابتن محمد رمضان، انه راح للعيبة. يعني كان محمد الشناوي ورامي ربيعة بيجمعوا في اللعيبة وبيندهوا على اللعيبة عشان يحيوا الجمهور. محمد رمضان، الكابتن محمد رمضان، المدير المدير بتاع النادي، المدير الإداري للنادي، راح ومنع اللعيبة انها تروح للجمهور، وانضم لمحمد رمضان كهربا. يعني كهربا انضم لمحمد رمضان على التحريض للعيبة، او حث اللعيبة على عدم الذهاب للجمهور وتحيته. ده موقف غريب جدا، خاصة لما يحصل من المدير المالي. يعني لما يحصل مثلا من لعيب، ماشي، اللعيب ممكن يكون الجمهور ضايقه نرفزه، أعصاب اللعيب مش قادرة تتحمل النقد بتاع الجماهير. وبعدين هو مين اللي عمل النادي الأهلي؟ ما هو جمهوره اللي عمله. جمهور النادي الأهلي حماه، وهو اللي حميه، وهو سنده، وهو ظهره، وهو كل حاجة بتميز النادي الأهلي بسبب جمهور النادي الأهلي. بدليل إن ياما في فرق وأندية ملهاش جمهور وبالتالي ملهاش ذكر، لكن جمهور النادي الأهلي هو حماه، هو سنده، هو ظهره، هو اللي بيدافع عنه، هو اللي بيرفع اللعيبة في السماء لما بتجيد. ليه بقى لعيبة الأهلي بتزعل لما الجمهور ينتقدها، لما اللعيبة تأثر؟ فبصراحة الكل مستاء من موقف الكابتن محمد رمضان ومن كهربا. الكهربا انت ما بقتش زي الاول. انت اول ما جيت كنت كويس، وكنت احسن لعيب في الاهلي، هداف النادي الاهلي في بطولة افريقيا. ايه اللي حصل لك؟ بقيت يعني ما بقتش مركز في النادي وفي الملعب وفي الكورة، مركز في حاجة تانية. جات دلوقتي تقول لي اللعيبة ما تروحوش للجمهور؟ ما الجمهور ده اللي رفعك، هو اللي نجمك. فحبيت بس اقول للكابتن محمد رمضان، يعني دي فلتت منك يا ابو الكباتن. بدل ما تروح تقول للعيبه روحوا صالحوا الجمهور، ودي فرصه كويسه بعد الماتش الكبير العريض اللي عملتوه، خاصه في الشوط الثاني. يعني رايح تقول لهم لا ما تروحوش تصالحوا الجمهور وتحيوه؟ لا يا ابو الكباتن، دي بصراحه مش عهدنا بيك كلاعب وكمدير اداري يعني شخصيه طيبه وشخصيه ممتازه. لكن يعني ان شاء الله يعني نتمنى ان ما يحصلش كده تاني، وتعدي على خير ان شاء الله، وتعدي مرور الكرام،
ونقول إلى لقاءات قادمة. السلام عليكم.